رئيس مش رئيس، رئيس مش رئيس، رئيس مش رئيس، رئيس مش رئيس. معلش استحملوا معايا شويه، ممكن تقولوا معايا رئيس مش رئيس، رئيس مش رئيس، رئيس مش رئيس، رئيس مش رئيس، رئيس مش رئيس. مضطر اخد مجموعه مع بعضيها. رئيس مش رئيس، 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 رئيس مش رئيس. اخدها واحده واحده بقى. رئيس مش رئيس، 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 رئيس مش رئيس. الحاجات الصغيره دي ما تنفعش طبعا، انا خلينا مع الحاجات الكبيره دي. اذا ورده الحب الصافي، ورده الحب الصافي اللي بنهديها دايما لهذا الرجل. انت المستشار عدلي منصور يعني حفرت اسمك في تاريخ الدولة المصرية بكل حب واحترام. جيت رئيس مجلس النواب، ما جيتش رئيس مجلس النواب، كفاك ما قمت به. كنت رمانة الميزان في سنة من السنوات، من أشد وأعنف السنوات اللي مرت على الدولة المصرية في يمكن 50 سنة فاتوا. ده يكفيك فخرا، يكفيك شرفا، يكفيك احتراما، يكفيك تقديرا انك انت كنت في هذه السنة محل احترام وتقدير. كنت راجل بتعمل بضمير، ايا كان بقى السهام اللي بتيجي لحضرتك من ورا ومن قدام ومن فوق ومن تحت، كل ده ممكن حضرتك معلش يعني بايدك كده. اللي انت عملته يستحق كل احترام وتقدير. فوردة الحب الصافي قالت انه رئيس البرلمان مش هيكون الرئيس عدلي منصور، ممكن يكون حد تاني، الله اعلم بقى. طبعا كل ده في اطار يعني لما كده لما يقال ويسرد وينشر بحق تعيين المستشار عدلي منصور ضمن 28 نائب اللي المفروض رئيس الجمهورية بيعينهم، وتكتمل عقدة البرلمان أو يكتمل حلة البرلمان في اجتماع إن شاء الله. الجلسة الأولى بيقولها هتعقد أول 2016، ما أعرفش بقى، بيقولوا 5، ناس تقول 10، ناس تقول 7، الله أعلم. لكن نترك الأمر لصاحب الأمر ربنا سبحانه وتعالى، ومن ولاهم في هذا الأمر اللي هو رئيس الجمهورية عندما يدعو إلى انعقاد البرلمان أو مجلس النواب. ونهتم بقى شوية بالقضايا الأهم والأكثر خطورة اللي هي هنبدأها بعد الفصل على طول، اللي هي قضية سد النهضة وإيه اللي حصل في هذا الأمر. أتمنى لحضراتكم وللمستشار عدلي منصور كل الاحترام والتقدير. ربنا يديك الصحة وطولة العمر، ودايما دايما تبقى منور الساحة المصرية ومنور الشارع المصري ومنور الدولة المصرية، سواء رئيسا للمحكمة الدستورية أو سواء قاضي سابق أو سواء مواطن عادي. بعد الفصل. بنت زي أي بنت، رسمة المستقبل قدامي بالألوان. أصلي بحب الموضة وبعشق الشوبينج، طبعا بحب اللمة، وصحابي أهم حاجة عندي. بتبهرني شاشة السينما وما أقدرش أفوت أي جديد. بعشق الطيران، متفائلة دايما، ما بضيعش وقت، بمعنى أصح عايشة حياتي. بس انت عندك سرطان. وإيه يعني؟ أنا مش خايفة عشان ربنا معايا
وبتعالج في 57-357. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر، رحلة علم، هدف الحياة. للمشاركة في الاستفتاء حول أفضل مذيع والشخصية الأكثر تأثيرا والحدث الأهم والأبرز في عام 2015 اتصلوا بنا على الأرقام التالية: